ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير وصحة وسعادة يا رب العالمين. الفيديو المفضل بالنسبة لي وأكيد مفضل بالنسبة لكم هو فيديو زينة رمضان. يلا بينا بقى أوريكم أنا جبت ايه في زينة رمضان منين وبكام. يلا بينا على طول. اول حاجة جبتها في زينة رمضان وهو المفرش الجميل ده. بصوا انا جبته كده مذهب زي ما انتوا شايفين ومكتوب عليه رمضان كريم. يا المفرش الواحد كان تقريبا عامل 20 جنيه حاجة كده. تمام، هوريكم بقى المفرش التاني اللي انا جبته. وده المفرش التاني اللي انا جبته مكتوب عليه مبارك عليكم الشهر. انا جايباه المره دي لونه كده بيج عشان هيليق مع برضو حاجات عندنا، او التنوع، واحد كده ذهبي وواحد اللون ده. فقولوا لي بقى تحت في الكومنتات انهي واحد عجبكم اكتر، ويلا بينا نشوف اللي بعده. واللي جبتها وعجبتني قوي 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 بجد هي العلاقه دي. بصوا جميله ازاي، موجود فيها تقريبا الشخصيات كلها، بوجي وطمطم وزيكو وزيكا وعمو فؤاد وفنانيس وكله اللي انتوا عارفينه. بصوا مكتوب عليها هنا رمضان يجمعنا، وبصوا شكلها جميل 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 جميل. مش عارفة بقى لغاية دلوقتي اعلقها فين. بصوا بس جميلة. قولولي بقى تحت في الكومنتات عجبتكم ولا ايه. طبعا عجبتكم لانها بجد يعني مجمعة تقريبا ذكرياتنا كلها. يلا بينا بقى نشوف اللي بعده. دي برضو عجبتني وهي فنانيس ومراته بيقول لكم رمضان كريم. بس شكلها عامل كده، بتبقى صغيرة من فوق وبرضو من تحت كده وعاملين الشراشيب ده وشكلها حلو جدا. بصوا لونها جميل خطير، لايقة مع الإسدال اللي أنا لابساه. بصوا جميلة ازاي. برضه هنشوف مع بعض بقى نعلقها فين. بصوا جميلة ازاي. يلا بينا نشوف اللي بعد. ده بقى مفرش سفرة يعني بشرشرة كده عامل زي الأكياس. أنا جبته عشان مثلا لو في عزايم مش عارفة ايه يبقى ايه عامل زي كده ان انتوا تحطوا وممكن ترموها يعني على طول، بدل بقى ما تمسحوا الترابيزه وما فيش وقت اصلا. فحلو، عجبتني الفكره. وهي حوالي 500 جرام يعني نص كيلو. بصوا يعني هتقضي معاكم رمضان كله. فحلوه الفكره عجبتني، ومعموله كمان بالخياميه عشان رمضان. وده كان حوالي عامل 50 جنيه. بصوا حلو ازاي. بالنسبه لدي ودي كل واحده كانت عامله حوالي 60 جنيه. فعجبتني برضو وحسيتها ان هي تدي كده جو رمضاني حلو معانا في البيت. يلا بينا نشوف بقى ايه اللي انا جبته بعد كده. جبت بقى الشبشق ده. بصوا عامل ازاي، يعني عجبتني قوي فكرته ان هو مستطيل كده ينفع يدخل في التلاجة. وكمان معاه كوبايتين، بصوا كوباية بيضة وكوباية موف. عجبني جدا شكله وكمان مسكته، وبصراحة حلو جدا. انا جربته عند الراجل ان هو فتحته حلوة وفي نفس الوقت مش بيوقع الحاجة اللي جواه. فدي اهم حاجة عندي، ان هي تبقى جميلة كده وتنفع ان انا في العزايم وكده، وغير كده ينفع في البيت يعني. يلا بقى نشوف اللي بعده. ده بقى الشفشق العسول الصغنون ده، عجبني برضو. ينفع ان انتوا تحطوا فيه حاجة مثلا صغيرة، عصير صغير مش عارفة ايه. برضو مسكته حلوة. بصوا عامل ازاي كيوت كده وعسول. قلت اغير بقى السنة دي ان انا ما اجيبش بقى الحاجة اللي هي بتبقى موجود فيها رسمة رمضان وكده. قلت اغير واخلي ده على السفرة. برضو عامل شكل حلو جدا. وده شكله من جوه. بصوا صغنن وعسول وكيوت كده. ينفع في ايه يعني اسرتكم بس مثلا مش عزايم كده، هتنفع ويقضي معاكم برضو عدد كوبايات حلو، يعني 4 أو 5 كوبايات حاجة كده. فحلو بصراحة.
ولو خدتوا بالكم من الفيديو اللي قبل ده على طول كان فيه كده نور على الحيطة وسألتوني عليه، وتعالوا بقى اقول لكم ايه النور الحلو ده وانا جبته منين. النور ده بصوا بقى بيعمل ايه، معاه الدواية بتاعته، احنا كده نربطه كده، وتعالوا بقى نجربه مع بعض. ثانية احطه بقى في المشترك وارجع لكم تاني. بصوا ده شكله في الحيطة بصوا شكله حلو ازاي، ويدي اضواء بقى، وطبعا كل ما بعدته اكتر يدي اضواء اكتر. استنوا اقفل لكم النور واوريكم الشكل عامل ازاي. بصوا بقى الشكل عامل ازاي على الحيطة، شكله حلو قوي كل سنة وانتوا طيبين حلو قوي. بصوا الالوان متداخلة ازاي وحلوة ازاي. يلا فرحوا بقى الناس اللي في البيت معاكم وجيبوا لهم حاجات حلوة كده. يلا بصوا بقى البلابل دي بتدي برضو شكل رمضاني خطير. تعالوا بقى بينا اوريكم النور عامل ازاي فيها. ودي بقى كانت عاملة حوالي 70 جنيه. يلا بينا نشوف على طول. بصوا الجمال، بصوا عايزة اوريها لكم اكتر على الطبيعة. بصوا جميلة ازاي، بتدي زي ما قلت لكم نور حلو قوي في اي حتة بقى هتحطوها فيها. فانا قلت اقربها لكم شوية كده عشان تشوفوا شكلها عامل ازاي، وطبعا هعلقها معاكم وتشوفوا شكلها على الطبيعة. يلا بينا نشوف اللي بعد. دي بقى برضو عاملة زي اللي انا كنت مشغلاها في اول الفيديو. بصوا هي تيجي كده، دي في منها اللون الاسود وفي منها اللون الابيض، بس انا ملقيتش الابيض، والتانية كنت جايباها بقالي فترة فجبت اللون ده، وهوريكم برضو الالوان بتاعته عاملة ازاي. يلا بينا نشوف عاملة ازاي. هي كانت حوالي تقريبا ب100 مش فاكرة اوي. يلا بينا نشوف هننورها ازاي. بصوا ده شكلها بعد ما نورتها. انا قلت اقربها لكم في الكاميرا عشان تشوفوا شكلها عامله ازاي. طبعا الاضواء بتاعتها مختلفه عن الاضواء اللي هي في الرفيعه اللي انا وريتها لكم في اول فيديو او كنت حطاها كديكور. فبصوا قولوا لي بقى رايكم في الكومنتات، بتعجبكم اللي هي الاضواء اللي هي بتبقى سميكه شويه وتخينه شويه ولا رفيعه؟ صراحة يعني دي مدية ضوء مختلف عن الضوء التاني. يعني دي فيها مثلا بامبي، فيها لبني، فيها بينك، فيها الوان حلوة يعني تقدروا برضو تشتروها وتجيبوها برضو وتزينوا بيها البيت بتاعكم او البلكونة ايا كان، يعني شكلها حلو جدا. يلا بينا بقى نشوف اخر حاجة معانا، واللي هي بتبقى ملكة الليلة كلها. يلا بينا نشوف على طول. ملكة بقى رمضان، ودايما بنشوفها على الستاير وهي برضو ستارة رمضان، بس المرة دي انا جبت الستارة اللي هي فيها اشكال زي ما انتوا شايفين كده، اشكال فنانيس وحاجات حلوة كتير هنشوفها مع بعض. بصوا دي الاشكال اللي موجودة فيها. فانا بقى ان شاء الله هفتحها معاكم واوريها لكم على الطبيعه. وطبعا هي المره دي بقى انا مش جايباها اللي هي وورم، لا انا جايباها اللي هي بتبقى فيها ميكس الوان. بصراحه حلوه جدا، ومقاسها حوالي 4 متر، وهي حوالي عامله حوالي 300 جنيه او 350 حاجه كده في الرينج ده. بصوا هوريها لكم كده دلوقتي، وبعد كده هعلقها واوريها لكم على الستاره هتبقى عامله ازاي. بصوا ده شكلها، يعني هو بيبقى كده الوان والشخصيات موجوده معاها هنا. بصوا هبعدها شويه عشان ما تشوفوها على طبيعه اكتر وتبقى شكلها حلو معاكم. بصوا هي فيها كذا حاجه، الضوء ده على الضوء اللي هو يعني ثابته، وفي متحركه زي ما انتوا شايفين. تعالوا اطفي النور بقى واوريها لكم برضو على الطبيعه عامله ازاي. بصوا يا رب تكون واضحه معاكم في الكاميرا. طبعا انا هعلقها على الستاره وهتبقى واضحه اكتر.
اهي هي عاملة شكل المسجد وجواها الشخصية. هوريها لكم بقى على الطبيعة لما اعلقها. بس كده انا خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو لسه اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا تحت عشان هقول لكم على حاجات حلوه جدا هتعجبكم في الفيديوهات الجايه. واستنوني في فيديوهات جديده من شوبينج ست البنات، وباي باي.